بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. وفيديو اليوم هنتكلم فيه عن مصطلح مهم جدا دايما بيقابلنا في صناعة الستيل ستراكشر، وخاصة في تجميع ولحام البيلت اب سيكشن، ألا وهو الديب بنتريشن فيلت ويلد. ودي نوعية من نوعية اللحام اللي هو الفلت، اللي بيكون فيه الروت بتاع اللحام ممتد إلى بعد نهاية الوصلتين، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. وعشان أنتج النوع ده من اللحمات لازم يكون متوفر عندي حاجة بنقول عليها هيت انبوت، بتبقى لازم تكون عالية جدا، زي طبعا اللي موجودة في اللحام الأوتوماتيك، تمام، او اللي موجوده في اللي هو الساو، اللي هو اختصار السبمرجد ارك ويلدنج. وكمان بتبقى موجوده في نوعيه اللحام اللي هو الجماو، اللي بنقول عليه الجاز ميتال ارك ويلدنج، وخاصه بقى من النوع اللي هو السبراي ترانسفير، واللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. يبقى يا جماعه عشان استفيد من الديب بنتريشن فيلت ويلد، او عشان احققه، لازم يكون عندي حاجه في المكنه اسمها الجريتر ارك بنتريشن. تمام كده؟ تمام. وبتميز النوع ده من اللحمات ان هو بيديك سمك الثروت المطلوب مع التغلغل الكامل، وكمان بيعمل على تقليل كمية المادة المنصهرة، ودي في حد ذاتها ميزة. طب ليه بقى ميزة؟ قال لك والله لان كل ما كانت المادة المنصهرة بتبقى كبيرة بيحصل عندي الريزيديوال ستريسز بتبقى عالية، وكل ما كانت المادة المنصهرة بتبقى قليلة، فده في حد ذاته بيعمل على تقليل اللي هي الاجهادات الداخليه، اللي هي الريزيديوال ستريسز. تمام كده؟ يبقى انا بستفاد في النوعيه دي ان هي بتديني سمك لحام او ثروت سيكنس بيبقى عالي مع تقليل كميه الماده اللي هي المنصهره. طب عشان احقق الهدف بتاعي، وهو اني احصل على اعلى تغلغل او اعلى بنتريشن، وكمان اقلل من كميه اللحام او الماده المنصهره اللي احنا زي ما قلنا اللي هي بتسبب الريزيدوال ستريسز، ايه المطلوب مني كمهندس لحام في الحاله دي؟ هقول لك والله انك تحاول تخلي سرعه اللحام او ترافل سبيد اعلى ما يمكن، وفي نفس الوقت تخليها ثابته. وعشان اخلي سرعه اللحام ثابته، ده طبعا هيخلينا هنروح نستخدم اللي هي الميكانايزد او الاوتوماتيك ويلدنج، زي اللي موجوده فين بقى؟ زي اللي موجوده في الساو، وزي اللي موجوده في الجماو. الساو زي ما قلنا اللي هو اللحام الاوتوماتيك. هيتبقى عندنا في نوعية اللحام دي طبعا كل حاجة، كل ميزة وهيبقى قدامها طبعا في عيوب. الميزة بتاعنا اللي هي بتديك تغلغل كامل، بس طبعا هيبقى فيها عيب خطير، وهو اللي هو السوليديفيكيشن سنتر لاين كراك. طب ايه عباره عن السوليديفيكيشن سنتر لاين كراك ده؟ هقول لك والله دي نوعيه من انواع الكراكات، هنتكلم ان شاء الله عنها بعدين في الفيديوهات اللي جايه. بيظهر لما يكون، خلي بالكوا بقى من الكلام ده مهم جدا، بيظهر لما يكون عمق اللحام او الدبس اوف ويلد بيبقى اكبر من عرض اللحام، فعشان كده بيظهر العيب ده. طيب ايه اللي هيخليني اميز ما بين ايه اللي هيخليني اميز ما بين النوع ده من الديب بنتريشن فيلت ويلد ونوعيه اللحامات التانية؟ هقول لك والله ان النوعيه دي من اللحامات دايما بيرمز لها بالرمز اللي هو اس، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى ان شاء الله ان المعلومه يكونوا استفدتوا بيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. شكرا، سلام عليكم.